السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ معكم شهوة نزهة. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الشهوة زوينه وسهله. عندنا هنا كيلو ديال السردين، نقيت وحيت منه الشوك من جنابو. عندي هنايا الشحمه ديال الخروف، انا طحنتها بحال هكا. وعندي هنا نص حامض مرقد المصير. عندي شويه ديال الثومه، عندي قزبر ومعدنوس فرماهم. ان الحامض غناخدو القياس اللي خاصنا. عندي هنا البهارات، عندي هنا فلفل احمر، الكركم، الكمون، القزبره مطحونه، سكنجبير، فلفل اسود، والسودانيه فلفل حار. غنحتاجو شويه ديال الزيتون، عندنا هنا احمر وخضر خلط. عندنا نص بصله صغيره، راس ديال بصله صغيره نصها. عندنا الحامض تزيين، عندنا 2 حبات ديال المطيشه منقين ومقطعين بحال هكا، طريفه مكعبات. وعندنا هنايا واحد الربعه ديال البازيليا جلبانه، و2 ريوس ديال الفلفله الحاره. غادي ناخذوا هذا الحوت وغادي نطحنوه. بسم الله. غناخذوا هذا الهشوار غنديروا فيه الحوت كامل. بسم الله. غنديروا مع هذه الدهنه كاملها، ونديروا هذا النص ديال الحامض. غنديروا النص ديال القزبر، نصها. غنديروا نص ديال الثوم، غناخذوا البهارات كامله غنكبوها في السمك. ما غاديش ندير الملح حيت الحامض المرقد مالح، ما غاديش نديروا الملح كاع في الكفته، كنديروها في الطاجين. غنديروا غير شويه ديال الحامض حيت عندنا نص ديال الحامضه فيه الملوحه بزاف. وغادي نطحنوه وغادي نرجعوا عندكم ان شاء الله. بعد ما طحنته تبارك الله راه ولا بحال الكفته ان شاء الله. غادي نرجعوا للسكيره اللي كان فيها. هذا هو القياس اللي بغينا. هانتوما اخوتي، خاصو يكون بحال هيك. غادي ندوزو دابا ان شاء الله للطاجين، نوجدوا ليه القوام ديالو ونرجعوا عندكم. بعد ما سخن الطاجين غنكبو فيه الزيت، زيت زيتون، وغنديروا البصيله، وغنديروا معها الطماطو مطيشه، وغادي نكملوا نزيدوا عليهم البهارات اللي درنا في الحوت. غادي نديروا واحد المعلقه ديال الفلفله حمراء، ومعلقه مخلطه ما بين الكمون والقزبر يابس، شويه ديال السودانيه فلفله حاره، ونديروا قريصه ديال الملحه باش ما يجيناش الطاجين مسوس، وشويه ديال البزار. غادي نغطيه وغادي نخليوه حتى يغلى على ما نكوروا الكويرات ونرجعوا عندكم.
غادي نديرو الكويرات ديال السردين، غادي نكوروهم نوجدوهم. غنديرو هاد الحجم، اللي بغى يصغرهم واللي بغى يكبرهم على حساب الوليدات، خاصهم يكونوا هكا صغار حتى نكملوا الكميه كامله ونرجعوا ان شاء الله. هنا غنشوفوا الطويجين معكم. بعد ما نزلت الطماطيشه والبصله غادي نزيدوا شويه ديال القزبر، وغادي نحطوا عليهم الجلبانه. بسم الله. غادي نخليوها تغلى شويه ومن بعد غادي نزيدوا عليها الكويرات. يلا المشاهدين، بعد ما طابت لينا الجلبانه غادي نحطوا دابا الكويره ديال الحوت. بسم الله. بعد ما رتبنا الكويرات غادي نزيدوا شويه ديال الخزبره والمعدنوس على الكويرات ديالنا. غادي نديروا الحامض، نديروا الزيتون، عندي انا هنا مخلط زيتون احمر واخضر. نديروا فلفله حاره، وغادي نزيدوا شويه ديال زيت زيتون يخويط. وغادي نغطيه وغادي نقصوا عليه البوطه، حيت الحوت مطحون دغيا كيطيب. واحد 15 دقيقه ونرجعوا عندكم ان شاء الله. هاد الطويجين ديالنا طاب، غنطفيو عليه البوطه. خدا لينا 15 دقيقه حيت كما قلنا كويرات السردين دغيا كيطيبوا، الجلبانه طابت. غنطفيو عليها. يلا معنا التقليب. احنا خواتاتي كملنا الطاجين. هذا هو الطويجين ديالنا، الكويرات السردين بالجلبانه وبالزيتون. غادي نقدموه مع خبيز ديال القمح. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم، حيت زوينه بزاف وكتستاهل التجربه. وكنتمنىكم اخوتي تساعدونا في لايكات، وشكرا لكم بزاف. اللي جا دخل عندي جديد والناس القدام كنشكرهم بزاف، وكنتمنى هذا الشيء تعجبكم ان شاء الله. كنت لنا لقاء فيديو جديد ان شاء الله.